باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة أبونا مينا عبود مفرح القلوب. أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. سفر العدد 6:26. اطمن، ما تقلقش، اللي خايف منه مش هيحصل. ما تخافش من شيء، هتتحل وهتتدبر. حتى لو انت شايف إنها ملهاش أي حلول ولا مخارج، ربك هيفرجها بكرمه ولطفه وحنيته. هيفرجها قريب قوي، فجأة بدون أسباب هتلاقيه فك كل العقد وفتح كل المتقفل وحل كل شيء صعب في حياتك. بس صدقه، آمن بيه، وانت هتشوف مجده وكرمه معاك وبطريقة عجيبة ما كانتش أبدا في يوم تخطر على بالك. هيحلها ويدبرها ويظبط كل شيء متلخبط حواليك. ده ربك معاه كل شيء مستطاع، معاه كل الحلول، معاه كل مفاتيح الأبواب المقفولة في حياتك، معاه المخرج الأكيد لأكبر مشكلة عندك. ما تخافش من أي شيء واطمن جدا، لأن اللي انت فيه مش نهاية أبدا، دي بداية لنجاح وأفراح وتعويض، بداية لحياة جديدة وقصة جميلة أحلى بكتير من اللي عدت. طمن نفسك وامسك في إيد يسوع وثق فيه، وفكر نفسك دايما وقول ربي معايا، ربي قادر على كل شيء، ربي قادر يغير ويبدل كل الواقع اللي أنا فيه، وكل مستحيل لواقع تاني ودنيا تانية. ربي قادر يخلق ويحيي من جديد. اطمن على الآخر وسيب كل حاجة في ايدين اللي عمره ما سابك، وما تشيلش أي هم. ولو في يوم لقيت الأفكار كترت عليك وحسيت اللي انت فيه دي هي النهاية، افتكر دايما ان ربك قادر يغير النهايات. ايوه، ما تستغربش، قادر يغير الواقع اللي انت فيه علشانك انت، من ظروف وأحداث وأشخاص كمان. أي شيء يقدر يغيره ويبدله ويخليه حاجة تانية خالص، لأن كل حاجة في إيديه هو، والنهايات كمان في إيديه. زي ما غير نهايات دانيال، زي ما غير نهايات ال3 فتية وكمان موسى وشعب إسرائيل، زي ما غير نهاية يوسف. يعني ولا نار حرقت ال3 فتية، ولا انتهوا، ولا أسد أكل دانيال ولا انتهى. وانت كمان، رب يوسف، رب دانيال، رب ال3 فتية هو ربك، هو اللي سندك وفي ظهرك، هو اللي قادر يغير النهايات اللي انت فيها ويجعلها بداية لحياة جديدة، حياة مليانة سلام وأفراح وطمأنينة ونجاح وتعويض أشكال والوان. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم ويملى حياتكم بركة وأفراح ونجاح بشفاعة أم القدير العذراء مريم الحنونة، وبشفاعة حبايبها من الشهداء والقديسين وكل جيوش السمائيين، وبشفاعة الراجل الجدع قوي أبونا مينا عبود. قناة أبونا مينا عبود مفرح القلوب.